عسلامة. هذوما تحضيرات رمضان. حضرت زيادة معاكم في الفيديو السابق النجارة والبطبوط والبيتزا، هذه الملصوقة، وهذوما المكونات اللي نستحقوهم. أو كحاضرين تسهل عليكم بالحق التطيب، ويسهل عليكم سيرتو اللي تخدم واللي عندها صغار واللي هكا تبدا كل شيء حاضر. خير من واحد يشري يبدا يجري وباش يحضر وكل شيء. حسيلو ان شاء الله تتبعوها وباش تسهل عليكم برشا حاجات. يلا نقولكم تو نبداو مع بعضنا بطريقه التحضير. هنا عندي فول مصري، عندي عدس، عندي لوبيا بيضه، فما شكون يستعمل لوبيا حمراء. هنا عندي الحمص، هنا باش نغسل السلق. عندي الكرافس هذا نستحفظوا بها زاده ما نطيشوهاش. عندنا المعدنوس، انا الحق متاع ربي نورمالمون يكفيوني هذوما، نستحفظ عليهم في الكونجيلاتور. نوريكم تنجموا كيفاش تستحفظوا عليها زاده في الثلاجه، ماهيش في الكونجيلاتور. هذه في الثلاجه تشدنا مده جمعه، والبقيه ينجموا يشدونا مده شهر. بصراحة تحضيرات رمضان ياسر تسهل عليكم التطيب، سيرتو اللي تخدم واللي عندها صغار واللي معناتها ولادها باش يصلعوا كل شيء. تلقى روحك سيلة هكا تدوب ما تجبد وتطيب وكل شيء حاضر بحذاك. واحد صايم هكا يحب كل شيء يستسهلوا، وباش يخلط علينا الحلو والعيد ان شاء الله كان ربي يحيينا بخير. حطوا كان الكمية اللي باش تستعملوها. لها مستراب. نبداو بالكرافس. شلوها هذوما هاكا قصيتهم. كيفاش قصيتهم؟ نشلهم مليح ونقصهم وحدهم، نحطهم في ساشي اليمونتير ونفنجلهم هاكا كي باش نطيب برود ولا نستحقهم في سوب ولا حاجه. هاكا نرميهم في الخضره مع الخضره. نشللهم مليح. تويكا نضيف عليها شويه خل ابيض باش يعقم لنا الخضره نتاعنا. خليهم يتنفخوا 10 دقائق. تويكا ناخذوا صفايه هكا خليوها تتصفى ومن بعديكا نحطوها فوق منديله. تويكا ناخذ السلق نغسلوه غسله الاولى. الغسله الثانيه نحطوا الخل كيف نسقطروه. تويكا ناخذ السلق بعد ما شليته مليح كالعاده هاكا كيفاش. ناخذ منديله بعد ما سقطروه نحطوه فوق المنديله. تويكا ناخذ المعدنوس كالعاده نغسلوه، والغسله الثانيه نحطو مغرفه خل نغسلوه ونشللوه مليح ونخليوه يرتاح 10 دقائق باش ينضاف، ومن بعد نسقطروه ونحطوه في الصفايه.
نسحقه هكي باش نرميه مثلا في الشوربة في. هنا كملنا حضرنا وقصينا كل شيء، قصيت الكرافس والمعدنوس والسلق وتويكا باش نحطهم في ساشي اليمونتير ونحتفظوا بهم في الثلاجة. هنا بعد ما نفخت اللوبيا ليلة كاملة في الماء، تويكا نصفيها مليح ومن بعديكا نحطها في ساشي اليمونتير، تجي لوبيا بالكعابر بنينة نودكم من شهيكم، وتجي زادة سلطة لوبيا. ونخرجوا كمية الهواء اللي فيها ونسكروها مليح باش نحتفظوا بها في الثلاجة. وتويكا باش ناخذوا الفول المصري نشللوه مليح مليح، يجي زاده روز جربي ويجي في مرقة عدس، حسيلو كل واحد وشنو يحب يستعمله. هناش بعد ما شللته باش نحطه زاده في الساشي ونخرج منه كمية الهواء، وكيف كيف باش نحاول نحتفظوا به في الثلاجة وقت نحبه نستعمله نجبدو منه. وهنا حضرت المكونات متاعي اللي هما اللوبيا والفول المصري والعدس هاكا. وتويكا باش نحتفظوا بهم في الثلاجة مع السلق والمعدنوس وكل المكونات اللي حضرناهم باش تسهل علينا برشا الحاجات وقت اللي نحبوا نطيبوا نجبدوا طول. وتو باش نحضر سلايطة مشوية، خديت الباربيكيو حطيت الفحم وباش نشعل بالقطع الصغار هذوما. ننصحكم جربوهم في ساعة يشعلوا الكانون بصراحة وما يخليوش القوم متاعهم في السلطة. حبيت نتذكر الصغر متاعنا والكانون وريحة السلطة المشوية وكيف وريحة رمضان حسيلو تشهي. وهنا بعد ما شعلت الكانون حطيت السلطة تطيب في عقلها على الكانون، ومن بعديك باش نقصهم. انا باش حبيت نجرب طريقة بعيدة على المكسور وعلى الروبو وعلى المهريس. حبيت نجرب طريقة الفلفل هذية بالسكينة. نحبوا انا السلطة مشوية تبدا هكا الفلفل فيه قطع صغيرة هكا يبدا مزال ما نحبهاش رطبة برشا. ونرحي باش نرحي الطماطم والثوم والبصل مع بعضهم في الواحد في الروبو. والفلفل قصيته قطع صغيرة بالسكينة. بصراحة الطريقة هذه عجبتني برشا، وكل مرة نبدلوا طريقة، مرة روبو ومرة مهريس، كل مرة طريقة هاكا واحد ما يحيرش. جربوا الطرق الكل. هنا حطيت الطماطم نحيت لها الماء متاعها ورحيتها بالمكسور بالكدا بالكدا ربيتها. وتويكا باش نضيف لها الفلفل. هنا فلفل انا كثرت من طماطم خاطر فلفل ياسر ياسر حار على هذيك. وحسيلو جات بنينة بنينة وريحتها فايحة. حسيلو هنا حطيت كان الملح، ما نحطوش تابل وكروية خاطركشي باش نحتفظوا بها في الثلاجة. كي نجبدو نحطو نضيفوا لها تابل والكروية على هذيك. وهنا حطيت اللي باش حاجتي بيه، والبقية باش نحتفظ بيه في الثلاجة. وهنا هاكا باش نزيد التابل والكروية اللي باش ناكلو في وقته. وحطيت الزيت وباش نحط التون والزيتون والعظام مصموطة. والبقية باش نحطهم في ساشي ونحتفظوا بهم في الثلاجة. وتويكا نقولكم ان شاء الله رمضانكم مبروك. وحبيت نشارك معاكم تحضيرات رمضان، يتقصر علينا الوقت ونلقاو كل شيء سهل قدامنا وما ناخذوش برشا وقت في الكوجينة. وباي باي.